يعني جمعيات ما عندنا جمعيات بهذا المعنى، ما عندنا جمعيات. ولكنه أشار إلى جمعيات دعوية، يعني هل كان هو على خطأ في هذه الحالة تقول؟ يقصدون أحزاب وتنظيمات سياسية؟ جمعيات بالمعنى كما أذكره، جمعيات دعوية. شوف، حينما احنا نقول لما تسقط البقرة تكثر السكاكين، يعني حينما تقع مثل هذه المشكلات كل ما في الصحافة نقبله ونتحدث عنه من دون مشكلة. طب دعني أضعها إلى سؤال. لا وجود لجمعيات من هذا القبيل. ممكن أنه الآن، لأن المشكل هو أنه أي إنسان يشتم منه رائحة أن عنده قناعات من هذا القبيل ودخل في عمل جمعوي أو حاول أن يمارس حقه في عنده اهتمامات جمعوية، فيصبح هذه الجمعية تحمل هذا العنوان. طيب سيد إدريس، أنت أقريت في الواقع. نعم. طيب أنت أقريت في الواقع بوجود تشييع على مستوى فردي، أليس كذلك؟ أنا لا أفهم هذا. في زمن الانفتاح والإنترنت والفضائيات لا يحتاج إنسان إلى هذه الأمور. لا، يعني أنا سؤالي، هل صحيح ما نقلناه عنك بأن هناك تشييعا على مستوى فردي في المملكة المغربية؟ يعني شو معناه؟ في واحد يخرج من الصباح عنده أجندة أنه يدعو ويحمل قراب وراه ويدعو الناس بالطريقة هذه، أم أنه في لحظة من اللحظات الإنسان يعبر عن آراء، وهذا الماركسي يتحدث وهذا الإسلامي يتحدث وهذا كل واحد يعبر أحيانا في نقاش جزافي وعادي تلقائي يعني. فربما هذه البعض يعتبرها دعوة إن حصلت طبعا، وإن كان أي من المواطنين المغاربة وطلب منك النصيحة أنه يريد أن يتشيع، ماذا تقول له؟ أقول له نحن لا نقلد في العقائد. العقائد يجب أن تجتهد فيها لنفسك. إذا سألتني سؤال دقيق في التاريخ أو في كذا كذا ممكن أتحدث، ولكن أنا عندي شغلة أخرى، وهو أنه أنا أنطلق من منطلق وحدة الأمة الإسلامية. أنا لا أريد أن أدخل في هذا النوع من التسليم يعني. طيب، صحيفة التجديد لابد أنك تعرف بهذه الصحيفة، اعتبرتك الرأس المدبر الذي يقود حملة التشييع في البلاد، وبأنك، وأنا أنقل من خلال ما وصفتك بتفسيراتك الخاطئة للتاريخ المغربي، تمكنت من إقناع الشباب المغربي بالتشيع. ماذا تقول في هذا الكلام؟ أولا هذه الجريدة ما فيهاش أناس متخصصين في التاريخ حتى يثبتون كيف أنني أقول كلاما خاطئا في التاريخ. هذا نفسه نقلوه من إعلام آخر. القائل بأن المغرب بلد شيعي وبأن التشيع هو القاعدة والسنة الاستثناء، قلت هذا الكلام أم لا؟ هذا ضمن سياق علمي وفكري عميق. يعني قلت هذا الكلام؟ لا، لم أقوله بهذا. طيب بمعنى يعني تفكره في عجالة سريعة لو سمحت تفضل. بعجالة قلت إن كل المسلمين اليوم بمجرد أنهم لهم مستوى من المحبة لأهل البيت هم شيعة، والمغاربة عندهم هذا الحب لأهل البيت، وبالتالي في المغرب الأصل هو الولاء والحب لأهل البيت، إذن هم شيعة بالأصل. وما يرى السلالاتية وغير هذا استثناء في تاريخ المغرب. يعني أنت لا تشير إليهم باعتبارهم شيعة يعني مكتملي. لك علاقات إدارية تربطك بالسفارة الإيرانية في حينه من خلال الدعوات الكثيرة التي تتلقاها لزيارة إيران، أليس كذلك؟ هذا من الأشياء التي قلت لك تحريف وتزييف. ما هو غير التحريف؟ أعطيني غير التحريف. لا، لحظة. لو فرضنا أن هذا كله صحيح، ما معنى أن تكون عندك علاقة إدارية؟ في أحد عنده علاقة إدارية مع السفارة؟ يعني أنا أريد أن أسألك كيف تفسر العلاقة الإدارية؟ شوف، أنا آخر واحد عنده علاقة يمكن تقال بالسفارة، ومؤخرا فقط 3 أو 4 مرات دعيت مثل ما دعي جميع النخب وكذا إلى الحفل الوطني عندهم، وكان موجود رسميون من الدولة وغير الدولة والأحزاب، وأكثرهم من الإسلاميين إخواننا الذين يقولون هذا الكلام. ولم يكونوا يمرروا إليك مثلا دعوات لزيارة إيران ذاتها مثلا؟ يمررون زيارة. أنا زرت إيران ضمن فعاليات مؤتمرات. طبعا أنا لست طفلا صغيرا يعبد بي هكذا، يعني من هو شو العجيب أنه يأتي طفل صغير ويقول عني أنه ربما استمالوا شو يعني؟ لماذا يقال هذا عن ناقد أيديولوجي وكذا؟ ليش؟ طيب هذا غير موجود. طيب هل تستطيع سيد إدريس أيضا أن تنفي ما يقال عن أن عددا كبيرا من الطلبة المغاربة ذهبوا إلى إيران من أجل الدراسة، حيث تقدم لهم بعثات وحوافز وما إلى ذلك؟ في من الكلام أم أنه هذا كلام أيضا غير دقيق؟ زين. طيب في ناس يذهبون إلى السعودية، إلى أوروبا، إلى كذا بنفسه يعني. لا، نحن نسأل هنا بالذات عن الموضوع يعني. سيد إدريس، نحن هون الموضوع يعني تجاوب السؤال بسؤال آخر. يعني السؤال هنا عن موضوع التشيع.
فأنت سألناك يعني هناك طلبة في هذا السياق يذهبون إلى إيران ليدرسوا، لم نقول شغل التسوية يعني في النهاية. لا ممكن، نعم، هذا ممكن أنهم يذهبون، هم يريدون أن يذهبوا للدراسة، وهناك دراسة، ما المشكل فيها؟ ولكن هذا سؤالي، ليس هناك تشجيع، ليس هناك بعثات مثلا تعطى لهم على حد علمك؟ يعني شو بعثات؟ يعني هذه مثلا الذين يدرسون في هذه المدارس عادة ما تعطى لهم ما يعطى للطلبة في جميع العالم، وهو شيء زهيد يعني مستوى الطلبة، يعني وبالتالي أقل عدد يمكن أن تعتبره في هؤلاء الطلبة في المغاربة هو هناك. طيب. أنت تتحدث لي عن أقل من 10 يعني، بينما تعد في بلدان العالم الأمور بالمئات وبالآلاف. طيب سيد إدريس، أنت أقريت بأنك تقوم بتقصير أو تدريس العديد من الطلبة، وأن هذا التدريس أو التقصير ثقافي، قلت هذا الكلام؟ وليس طبعا أنا شغلي قلت أنه ثقافي وليس طبعا. قلت هذا الكلام؟ شوف، حينما سئلت هذا السؤال أنا دائما أجيب، لا أنا ما عنديش مبادرات ولا تصريحات، أنا أسأل وأجيب. قلت أنه ربما في بعض الناس يتم مش تأثير، هذه كلمة تأثير ما جت عندي أصلا، أنا أنفيها. ما هي العبارة الأدق إذا؟ أنا أتحدث. ما هي العبارة الأدق؟ يا أخي أنا موجود في المشهد الثقافي، فتداخلاتي ومطارحاتي الفكرية والثقافية هذا طبيعي، هذا تأثير. أنا أساسا ضد عملية التأثير الأيديولوجي، ربما قلت هذا الكلام. هذا ليس هو، أنت ما يمكن عنك أنك لا تؤثرهم أيديولوجيا، تؤثرهم ثقافيا، هذا ما فيه. هذه هي مشكلتي مع إعلام غير مثقف. طيب قلت أيضا بأن التشييع، وأنا أنقل، ليس انقلابا على السنة، بل جملة من تدخلات تصحيحية وتوجيهية، وأنا دقيق في هذا الكلام. يعني ما هو الذي يتطلب التوجيه والتصحيح في السنة؟ لا صحيح، هذا كلام يقوله العقلاء، يقوله النقاد العميقون، بأنه التشيع تاريخيا طبعا وعقائديا هو في سياق حركة تصحيحية داخل السنة، وبالتالي نجد أنه هو نفس السنة. يعني ما هي وجهة نظر ترجيح؟ ما هو التصحيح الذي يعني يبتديه أو يقصده المذهب الشيعي عندما نشأ، حتى نكون يعني نرجع إلى التاريخ فيما يتعلق بالسنة؟ ما هو التغيير الذي يريد أن يحصل؟ هو طبعا الموضوع طويل جدا جدا لا تتحمله الدقة، ولكن يعني مثلا مفهوم العدالة، الموقف من الموقف العقائدي من التوحيد، الموقف من الإمامة، الموقف من قضايا الأمة. حركة الحسين هي تصحيحية، إنما خرجت لإصلاح في أمة جدي وأشياء من هذا القبيل. ما هو الخطأ في التاريخ، يعني في التاريخ الإسلامي حتى يعاد؟ ما هو يعني أغلبيته خطأ. نعم. طيب. يعني في تزييف مش خطأ، لأن الخطأ أحيانا يكون مصمم. يعني أنا أريد أن أزيف حقيقة، وهذا تاريخنا يعترف فيه كل المؤرخين الذين يتعاطون مع التاريخ بروح نقدية. طيب سيد إدريس، في تعقيبك على اعتبار الصحابة عدولا يعني لا يخطئون ومعصومون، قلت هذا كلام غير عقلاني، فمنهم الجيدون ومنهم من هم غير معتبرين. أنا أنقل بالحرف الواحد، قلت هذا الكلام؟ طيب من هم غير المعتبرين من الصحابة؟ أعطينا مثالا على غير معتبرين من الصحابة مثلا. يعني أتحدث عن الصحابي الذي ارتكب بعض الأمور من الأخطاء وكذا، أنه ليس معتبر فيما يتعلق بنقل السنة، بنقل الحديث. أنا سأتي إلى نقطة بمعنى حينما أقرب مثال سيد إدريس، من مثلا هم الصحابة من منهم مثلا؟ كثير من الصحابة الذين أنا شخصيا لا أثق في مواقفهم الفقهية مثل مين من الصحابة؟ أنا عندي معيار، كل من وقف موقفا سلبيا من الإمام علي فهو ليس معتبر عندي. مثل مين؟ يعني أنا أريد أسمع منك.